تعرف إن في الصين في بيوت خشب عمرها أكتر من 800 سنة ولسه واقفة لحد النهاردة؟ تخيل إنك تبني بيت كامل من الخشب، بس المرة دي من غير ولا مسمار واحد، كل قطعة خشب متركبة مع التانية بدقة متناهية زي البازل. بس لو غلطة واحدة حصلت ممكن البيت كله ينهار. النهاردة هتشوف معايا فن النجارة الصيني القديم اللي بيعتمد على حاجة اسمها تعشيق الخشب، وده نظام عبقري كانوا بيستخدموه من مئات السنين عشان يبنوا البيوت بتاعتهم. وهنبدأ من أرض فاضية تماما لحد ما نوصل لبيت خشبي متكامل. واستعدوا لأن الفيديو ده مختلف عن باقي الفيديوهات اللي شفتوها قبل كده. وقبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على سيدنا محمد واشترك معانا دلوقتي في قناة خطة، ويلا بينا نبدأ على طول. المشروع بيبدأ بتجهيز الأرض وتسويتها باستخدام الكراكة، وبيمشي عليها رايح جاي لحد ما تبقى متساوية تماما. بعد كده بيتم صب الأساسات بتاع البيت عشان يعمل قاعدة مستقرة لكل حاجة هتتبني فوقها. والأساسات ديت مش بس بتشيل الوزن، لكنها كمان بترفع البيت لفوق شوية وتسمح للهواء انه يعدي من تحت البيت عشان الخشب يفضل ناشف وما يبقاش فيه رطوبة. كل وصلة وكل جذع خشب بيتشكل بعناية باستخدام أدوات يدوية أو كهربية عشان يضمنوا سطح ناعم وأبعاد دقيقة تخليهم يركبوا في بعض بدقة متناهية. والمنشار الكهربي في إيده وبيمشي بيه على الخطوط اللي رسمها بالظبط. ولما خلص تجهيز الأعمدة بدأ يرفع الفريم الخشبي للبيت، بس قبل ما يرفعه كان لازم يضمن إنه مش هيلمس الأرض مباشرة. فعمل حاجة ذكية جدا، رص مكعبات خرسانة على مسافات متساوية من بعض، والمكعبات دي هتشيل الفريم وتمنع الرطوبة انها توصل للخشب. واماكن الوصلات معمولة بطريقة النقر واللسان، يعني بيكون في جزء بارز وده بنسميه اللسان، والجزء ده بيدخل بإحكام في جزء محفور في الخشب وده اسمه النقر. ودول بيشكلوا العمود الفقري للهيكل وبيوفروا تثبيت قوي جدا من غير استخدام الغيرة. وخلونا نعرف شوية عن طرق تعشيق الخشب في بعضه. أول طريقة ودي اسمها النص على نص، ودي في منها نوع بيكون في الوسط وفي نوع بيكون على الحرف، وتاني نوع وأشهرهم وهو النقر واللسان. وممكن فيه ندعم التعشيقة بسدايب خشب. تالت نوع اسمه كعب غنفاري أو ديل حمامة، ودي أكيد شفتوها قبل كده. ورابع نوع هو الكعب العدل، وده بيختلف عن الكعب الغنفاري إن اللسان بتاعه بيكون عمودي مش بزاوية زي الغنفاري. خامس نوع وهو الكوايل أو الخوابير، ودي برضو انت غالبا عارفها، وبتكون عبارة عن مسمار خشب معمول من الأخشاب الصلبة زي الزان مثلا، وبنعمل ثقبين قصاد بعض في قطعتين الخشب اللي عايزين نجمعهم مع بعض، ولازم يكونوا قد قطر المسمار طبعا، وبنركبهم في بعض. والطريقة دي بتستعمل في الأساس، وأيكيا بتستعملها كتير جدا في منتجاتها. وفي تعشيقات تانية كتير بس دي بتكون جمالية أكتر من إنها وظيفية. وطبعا انت لو هتستخدم الطريقة دي فانت محتاج دقة عالية جدا في الشغل، والهيكل بيتجمع كله دلوقتي زي البازل. بس الفرق هنا ان اي غلطة صغيرة ممكن تهدم البيت كله. وعلى عكس البناء الحديث اللي بيستخدم الخرسانة المسلحة عشان القوة، فالطريقة دي بتعتمد بالكامل على جودة الخشب ومهارة الناس اللي شغالين فيها. وبعد ما الفريمات الرئيسية خلصت جابوا ونش وربطوا الجدران فيه وبدأوا يرفعوها واحدة واحدة، وكانوا مفرغين 4 حتت عموديين على بعض في أول العوارض الرئيسية من تحت، بيدخلوهم في الخشب بتاع القاعدة ويثبتوهم كويس فيها، وبيركبوا عوارض أفقية بين كل جدار والتاني، وبيعملوا الأساسات بتاع المنطقة الخارجية من البيت كمان. ولو واخدين بالكم فهو لحد دلوقتي ما استخدمش ولا مسمار في الأساسات اللي عملها. فدلوقتي يجي دور السقف، ركبوا عوارض خشبية ضخمة فوق، ودي هتشيل قاعدة السقف المسطحة. والعوارض دي بتتظبط واحدة واحدة، وبعدها بيتحط عليها عروق خشب اللي هيتركب عليها التغطية النهائية للسقف. ولما خلصوا قطعوا الزيادات اللي مش محتاجينها، وبكده الأساس الكامل للبيت بقى جاهز للمرحلة اللي بعدها. جنب الهيكل الرئيسي بنوا جناح تاني صغير بنفس الطريقة، جمعوا الفريمات مع بعضها وبالونش رفعوا الفريمات وثبتوهم فوق القواعد الخرسانية، وبعد كده ركبوا العوارض الأفقية عشان يزودوا صلابة البيت. وبكده بقى عندهم هيكل متكامل للبيت كله. السقف بقى هيغطوه كله ببلاط متداخل في بعضه. نقلوا البلاط للسقف الأول وبدأوا يثبتوه واحدة واحدة، وكل واحدة من البلاط ده بتتثبت فوق التانية عشان تمنع المية إنها تدخل وقت المطر. واستخدموا بلاطات خاصة للحواف والمنطقة العلوية بحيث إنها تضيف شكل جمالي وكمان تحمي السقف من عوامل الطقس. وكملوا لحد ما غطوا السقف كله. وعشان يجهزوا الخشب للخطوات اللي جاية جاب منشار ضخم وبدأ يسن الشريط بتاعه عشان يقطع الخشب بسرعة، وبيدخل جذوع الشجر على المنشار، والمنشار بيقطعهم لألواح بكل سهولة. وبعدين شالوا اللحاء الخارجي للخشب عشان يمنعوا انه يسوس، ولو سابوه ممكن يبوظ الهيكل كله مع الوقت. وبعدها ساووا كل الألواح ببعض، والخشب اللي اتقطع ده هيبدأوا يعملوا بيه الجدران دلوقتي. وهيستخدموا برضو طريقة النقر واللسان في تجميع خشب الجدران مع بعضه. ركبوا فريمات خشب جوه الأساسات بتاع الجدران،
وعشان يبدأ يركب الجدران بيثبت عوارض خشبية بين الفريم الرئيسي، ودي بتبقى قواعد أساسية للجدار، ومحاذاة العوارض دي لبعضها لازم تكون دقيقة جدا لأن الجدار كله معتمد عليها. وبعدين بيجمعوا كام لوح جنب بعض الأول ويعملوا فيهم اللسان، وبعدين يركبوهم في الفريمات بطريقة زي المجرى لحد ما يكونوا الجدار، والدقة بتفضل هي الحاجة الأساسية طول المشروع. وبعد ما خلصوا الجدران جه وقت تركيب الأرضية. جاب ميزان الليزر وحدد بيه أماكن العوارض الرئيسية بتاع الأرضية، وعمل فيها أخرام بالدريل وفرخها بالأزميل، وبدأ يركب عوارض خشبية بين الفريم الرئيسي، والعوارض دي هي اللي هتشيل الأرضية كلها. وتحت العوارض حط كتل خرسانية عشان تدي دعم إضافي للأرضية. وبعد كده الكهربائي بدأ يمد الأسلاك تحت الأرضية جوه المواسير عشان يحميها من التآكل والتلف. وبمجرد ما نظام الكهرباء خلص بيجي وقت تركيب ألواح الأرضية. كل لوح اتقاس وتقطع بدقة، وسابوا فراغ صغير جدا على الأطراف عشان عوامل التمدد والانكماش بتاع الخشب. وبنفس الطريقة بيكرروا نفس الشغل في الدور التاني. قبل التركيب بيصنفروا السطح الخشبي باستخدام صنفرة كهرباء عشان يشيلوا أي عيوب على السطح. وبما إن العوارض دي هتكون في نفس الوقت سقف الدور الأرضي فلازم تتشطب بعناية عشان تكون ناعمة ونظيفة. وبرضه بيتساب فراغ بسيط عند الأطراف عشان يسمح بالتمدد للخشب. وفي نفس الوقت الجدران الداخلية والخارجية بتبدأ تاخد شكلها. ولما وصلوا للسقف ركبوا طبقة خشبية أفقية بتفصل بين الدور التاني والتالت، والعوارض بتكون الفريم الرئيسي، وعروق الخشب بتملى الفراغ بينهم، وكده السقف اكتمل. ولما بيجي وقت تركيب الخشب في أماكن ضيقة أو منحنية بيعمل حاجة ذكية. جاب عصاية فيها قلم متثبت في طرفها وبيلفها حوالين العمود عشان يرسم منحنى بنفس المسافة من كل الاتجاهات، والخط المنحني اللي بيطلع منه بيقطعه بعد كده بالأركت، والشكل طلع مظبوط جدا ومناسب للمكان. وبعدها بيقفلوا الجدران الداخلية اللي بتعمل أوض النوم والحمامات. ورغم إن الهيكل الرئيسي معمول كله من الخشب إلا إن بعض المناطق زي الحمامات والأماكن الرطبة بتحتاج يتبني فيها بلوكات خرسانية، لأن المناطق دي بتتعرض لرطوبة عالية وبتحتاج مواد تتحملها على المدى الطويل. وبعد بناء الجدران بيجهزوا شبكة حديدية لسقف الحمام ويجمعها مع بعضها بسلك رباط ويصب عليها خرسانة، وبعدها بيساووا السطح عشان يضمن إنه يتغطى بالكامل ويبقى ثابت. بعد كده بيجي دور السلم، وده من أهم الأجزاء في البناء. الدقة هنا ضرورية جدا. أول حاجة بيقيس الارتفاع الكلي من الدور الأول للتاني، وبيقسم ارتفاع الدور اللي طلع له على الارتفاع القياسي للدرجة الواحدة اللي بيكون عادة بين 15 و 20 سنتي عشان يحدد منها عدد الدرجات المطلوبة. كل فتحة للدرجة بيقطعها بمنشار الزاوية، وبعدها بيظبطها بالأزميل عشان تكون مناسبة بالملي. والجانب التاني من السلم بيتصنع بنفس الطريقة، وبين الجانبين بيضيفوا دعامات خشبية أفقية عشان يقووا الهيكل. وبعد ما كل حاجة تتثبت كويس بيبدأوا في تركيب القوايم والدرجات. بعدها بيتم تركيب شريط إضاءة ليد تحت كل درجة، ودي خلت شكل السلم أحسن بكتير. والجزء السفلي من السلم بيتقفل بألواح خشب وبيعمل منها مساحة تخزين مفيدة. وطبعا الترابزين جزء أساسي من أي سلم، فبيركب ترابزين على الجنب المفتوح من السلم، وبكده السلم يكون خلص. بعد كده بيبدأ يصنع فريمات الأبواب والشبابيك عشان يضمن إنها تركب مكانها كويس ومن غير أي فراغات. وفي الأجزاء المفتوحة اللي بتسمح بمرور الضوء بيضيفوا شبكات خشبية بنظام يسمح بفتحها وقفلها بسهولة. والأبواب والشبابيك معمولين بنفس التصميم عشان يحافظوا على التناسق في كل أجزاء البيت. وبعد تركيبهم كلهم البيت كده بيكون اتقفل بالكامل ومفيهوش أي مكان مفتوح. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة التشطيب، وبتبدأ أول حاجة بالصنفرة. أي سطح خشبي بيسويه بالفارة، وبعدين صنفره باستخدام صنفرة كهرباء عشان السطح كله يبقى ناعم أكتر ويشيل أي عيوب في السطح. ودلوقتي الخشب بقى جاهز للدهان. أول حاجة بيرش الخشب بطبقة ورنيش شفاف بتبين العروق الطبيعية بتاع الخشب، وفي نفس الوقت بتوفر حماية قوية ليه. بعد أول طبقة ورنيش شفاف بيضيف طبقة تانية ملونة بتخلي الشكل أحسن كتير، وبيكرر نفس الخطوات دي على الجدران والأسقف والأبواب وكل حاجة في البيت سواء كانت جوه البيت أو من بره. بس الأسطح الخارجية بتاخد طبقتين من التشطيب عشان تحمي الخشب من الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس. بعد ما الدهان نشف ركبوا السلايدرز في الأبواب ورجعوهم مكانهم تاني، وبقت بتقفل وتفتح بكل سهولة. ودلوقتي هسيبكم مع نحت كام قطعة فنية لتزيين واجهة البيت.
وده شكله بعد ما خلصوا بيركبوهم في مكانهم وبيدوا شكل مختلف شوية للبيت. ودلوقتي هيعمل حاجة اسمها بوابة كاميرية، وهي اسمها كده عشان بتكون واخدة الشكل الدائري زي اللي قدامنا ده كده. رسم دايرة على الأرضية وجاب لوح خشب، وعشان يرفع عليه المقاسات بيثبت قطعة خشب في مركز الدايرة وبيخليها تلف، وبالقلم بيحدد الشكل على اللوح الكبير، وبعدها قطع اللوح لأقواس أصغر وساوى كل حتة فيهم كويس جدا، واستخدم طريقة تعشيل الخشب، وهنا بيخليهم عاملين زي الخطاف، وبيسيب منطقة فاضية في النص وبيثبت فيها سدابة خشب في النهاية. ولما بتتصلب كويس بيعمل فيها فتحات بالأزميل، وبيعمل عروق الخشب بتاع الجدار ده وبيدهنهم هما والدايرة، وبعدين بيجمعهم مع بعض لحد ما يكون الجدار كله في الآخر، وركب الجدار النهائي في مكانه، وبكده يكون عمل بوابة القمر. وقبل ما تتثبت الطبقة النهائية للأرضيات لازم يكمل نظام الكهرباء في البيت. كل الأسلاك بتتسحب جوه المواسير عشان تحميها من الضرر، ودي هتبقى تحت الأرضية. وبعد كده بيعمل العلفة الخشبية من عوارض دعم صغيرة فوق طبقة الأرضية الأولى عشان يتثبت عليها الطبقة النهائية، وبيشيل بواقي الخشب من المنطقة كلها باستعمال المكنسة الكهربائية عشان تتنضف كويس قبل التركيب. أما عن الأرضية نفسها فبيستخدموا خشب عالي الجودة متجهز ومتجفف كويس عشان يمنع أي انحناء مع الوقت. بيظبط الخشب اللي هيكون في الزوايا الأول وبيقطعه على شكل العواميد، وبما إن الألواح دي متعالجة كويس فهي بتتثبت على الأرضية كلها لحد الجدران من غير ما يسيبوا أي فراغات للتمدد. وكملوا تركيب الأرضية واحدة واحدة، والبيت من دلوقتي بيبدأ يبان شكله النهائي وهو ممتاز جدا. بعد كده بيبدأ في أساس البيت، وأول حاجة اشتغل عليها كان السرير. هيعمل سرير خشبي من الصفر، وكالعادة الدقة هنا هي الأساس. اختار الألواح المناسبة وحدد عليها المقاسات بدقة. بعد كده بيعمل فيها أخرام وبيستخدم أزميل وبيفرغ أماكن الوصلات دي كلها، وقبل التجميع بيحط غيرة على كل وصلة، وبعدها بيضيف دعامات أفقية جوه الفريم عشان تقوي الهيكل. وبعد ما بيتجمع بالكامل السرير بياخد أول طبقة دهان بالكمبريسور، وده بيعمل طبقة أساس متجانسة. وبعد ما الطبقة الأولى بتنشف بيضيف طبقة تانية بلون أغمق، ولما الدهان نشف تماما بينقل السرير لأوضة النوم ويتحط في مكانه، وبيركب الملل بتاع السرير وحط المرتبة فوقهم. بعد كده بيروح للمطبخ. في الحالة دي مستوى أرضية المطبخ كان منخفض شوية فملى المساحة كلها بالتربة عشان الأرض تترفع للمستوى المطلوب، وبعد كده بيساوي الأرض ويضغطها كويس عشان تبقى قاعدة مستقرة ومستوية. فرش فوقها طبقة من الخرسانة وسواها بإيد خشب، وبكده بقى معانا طبقة أساس قوية للأرضية النهائية. وبعد تجهيز الأرضية بيبدأ يشتغل على أهم حاجة في المطبخ وهو الموقد، وده زي البوتاجاز كده بس بيولعوا تحته خشب بدل الغاز. عمل تصميم الموقد في السكتش بتاعه الأول، وبعدين بيرفع المقاسات بتاعته على الأرضية، وقبل ما يبدأ يبنيه بيكسر جزء من الأرضية عشان يركب نظام السباكة، وبيبدأ يبني الموقد في المكان بتاعه باستخدام طوب خاص مقاوم للحرارة العالية. والتصميم التقليدي ده محتاج مهارة وتركيز لأنه كله بيتبني يدويا من الصفر. ولما خلص غطى منطقة من السطح ببورسلين ودعمه بالحديد والأسمنت، وده هيشتغل كسطح مقاوم للحرارة وفي نفس الوقت مكان عملي للتخزين. وبيملى الأماكن اللي جوه الموقد بتربة مضغوطة، وده بيشتغل كعازل طبيعي يخليه يفضل سخن لفترة أطول. بعدها السطح بيتغطى بطبقة ناعمة من المونة، وحط الإناء بتاع الطبخ على السطح ورفع المقاس بتاعه، وبعدها بيكمل بناء الجزء العلوي وبيسيبه قلب الموقد مفتوح عشان يسمح للحرارة انها تطلع منه، وحط حديد تسليح في النص في المنطقة اللي هيطلع منها النار، وده بيخليه يحتفظ بالحرارة لفترة أطول حتى بعد ما النار تطفي، وده بيساعد ان الحرارة تفضل ثابتة أثناء الطبخ. وبعدها غطى السطح بطبقة مونة ناعمة وعمل التاني بنفس الخطوات عشان يبقى عنده نظام مزدوج يقدر يطبخ عليه كذا أكلة في نفس الوقت. وبعد ما خلص حط الأواني مكانها وغطى السطح كله بالبورسلين، وده خلى شكله مختلف تماما. بعد كده بيبدأ يشتغل على أرضية المطبخ، رص البلاط واحدة واحدة بخطوط مستقيمة ومسافات متساوية بين كل بلاطة والتانية، وبنفس الطريقة ركب بلاط الجدران. حتى علب المطبخ والكاونتر توب عملهم كلهم بالبورسلين، والمطبخ كله شكله بقى متناسق مع بعضه. ولما خلص كل الكلام ده طلع بره وعمل المدخنة ورجع تاني للموقد وركب حنفية في النص بالظبط. وانت ممكن تشوف ان مكان الحنفية ده غريب شوية، بس دي فكرتها انك تقدر تملى منها المية في الاواني على طول، وبتخلي الموضوع اسهل بكتير من انك تروح تجيب مية من حوض المطبخ وتحطها تاني في الاواني. وقبل ما يعتمد الشغل قرر يعمل اختبار بسيط، حط شوية مية في الاواني وولع النار وقعد يراقب اللهب ويشوف سحب الدخان في المدخنة. وبمجرد ما المية بدأت تغلي عرف ان الحرارة متوزعة كويس وان التهوية شغالة تمام. بس عشان يمنع تراكم البخار والرطوبة جوه المطبخ ركب نظام تهوية احترافي، مد مواسير كبيرة في السقف
ووصلها بشفاط فوق الفرن عشان يسحب البخار ويخرجه بره البيت. واللي قدامنا ده شكل المطبخ النهائي بعد ما خلص، وعايزكم تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيه بصراحه. وبعد ما خلص المطبخ بدا يشتغل في الحمام. اختار قطعه حجر طبيعي ضخمه عشان يحولها لحوض الوش، والموضوع ده محتاج صبر ودقه لان الحجر تقيل وسهل يتكسر لو اتعامل معاه غلط. قطع خطوط فيه بالصاروخ وفرخهم باستخدام أجنة ومطرقة، وكمل حفر في الحجر باستخدام أدوات مختلفة لحد ما وصل للعمق المناسب. وبعدين ساوى السطح كله بالصاروخ وصنفره بدرجات مختلفة من الصنفرة الناعمة لحد ما بقى ناعم ولامع، وعمل فتحة دائرية في النص بالخواشة عشان يركب فيها الصرف بتاع الحوض. وفي نفس الوقت كان بيجهز هيكل الوحدة اللي هتشيل الحوض فوقها. فكك الأجزاء بتاعته وصنفرهم كلهم، وبعدين جمعهم من تاني وحرق السطح بتاع الوحدة كلها وصنفرها بفرشة سلك بعدها، وحط عليها طبقة ورنيش شفاف عشان تحمي الخشب وتديله لمعان. اما الكاونتر توب للوحدة فعمله بنفس الواح الخشب، لزق الالواح مع بعضها بغيرة وضغطهم بكذا امطة لحد ما الغيرة نشف، وقطعه على المقاس المطلوب وصنفره ببعضه كويس، وعدى عليه نار خفيفة هو كمان عشان يديله لون اغمق وشكل طبيعي. وبعدها نضفه كويس ورجع تاني للحوض الحجري وعمل فيه فتحة صغيرة من ورا بالخواشة عشان يركب فيها الخلاط. وبعدين علم على الكاونتر توب مكان الخلاط وصرف الحوض، وبعدين فتح مكانهم لحد ما كل حاجة ركبت مكانها بدقة. ودهن الوحدة كلها بطبقة ورنيش تانية وركب عليها مقابض جديدة. وأول ما ركب الحوض ووصل السباكة كده المشروع بقى جاهز تماما. نقل الوحدة لمكانها النهائي والنتيجة كانت مدهشة الصراحة. وعشان الشكل يكمل ركب رفوف على الجدار وحط مراية فوق الحوض. وبعد شهور من التعب والمجهود المتواصل البيت أخيرا بقى جاهز. المكان اللي كان أرض فاضية النهاردة واقف قدامنا تحفة معمارية حقيقية. من بره البيت هتشوفوا التصميم الخارجي المبهر والألوان المتناسقة واللمسات النهائية اللي خلت الشكل من بره يخطف الأنظار. وقولوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في البيت ده، وهل تحبوا تعيشوا في بيت زيه ولا بتفضلوا البيوت الخرسانة أكتر؟ واللي شفتوه النهاردة كان مجرد خطوة من الخطة، واللي جاي أضخم وأقوى بكتير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لناس أكتر، واشتركوا في القناة عشان المشاريع اللي جاية أقوى بكتير.